جربي بقى واعملي لهم الوصفة دي بدل سندوتشات البيض والجبنة اللي بيرجعوا بيها كل يوم. ديت مش هيرجعوا بيها، هيفرحوا بيها أولا ومش هيرجعوا بيها، ومغذية وسهلة وبسيطة وحلوة جدا. هنعمل باتيه بالجبنة والشوكولاتة، ومولتو كمان ميني مولتو بالجبنة والشوكولاتة. حلوة جدا، طريقتها سهلة. بكيلو دقيق هتعمليه وتخزنيه عندك في الفريزر، تطلعيه الصبح كده يفك، هيبقى حلو جدا. تعالوا نشوف عملناها ازاي مع بعض. طريقة سهلة وبسيطة، وبجد ريحته وطعمه حلوة جدا. انا معايا هنا كيلو من الدقيق. انت ممكن تعجني في العجان او في على ايدك. ومعايا معلقه كبيره من الخميره، ونص معلقه من الملح، ومعلقتين كبار من السكر، ومعلقتين كبار من اللبن البودر. ده اختياري، بس احنا عايزين نعلي القيمه الغذائيه بتاع العجين. وانا هعجن بكوبايه من الحليب. برضو انت ممكن ما تعجنيش بيها خالص، يكون دافئ اهم حاجه. ممكن تعجني بميه خالص عادي، مفيش اي مشكله. وبعدين بقى هشغل عليها كويس. اهم حاجه في العجينه ديت لازم تتعجن كويس. يعني انا عجنتها هنا حوالي 7 دقايق او 8 دقايق. انت هتعجنيها حوالي 15 دقيقه لو هتعجنيها على ايدك. جربيها بالطريقه ديت وانا متاكده ان شاء الله ان هي هتعجبك. ممكن بقى تحطي مكعبين زبده معاها برضو، او زيت او سمنه، المتاح عندك اشتغلي بيه. وهنا بعد ما اختمرت معايا، هبدا اخدها كده على الرخامه، رشه دقيق الاول واخدها على الرخامه. انا عايزه افرد العجينه ديت على شكل مستطيل. على يعني على قد ما تقدري افرديها بالشكل اللي انت شايفاه. العجينه عشان معجونه كويس، طريه ومش بتلزق، هتتفرد معاكي بسهوله. وانا هنا بدات عشان اورق بس العجينه تبقى فيها توريقات كتير. انا دهنت هنا زبده، ما خدتش معايا زبده كتير، حوالي 100 جرام زبده بس. وبعدين هبدا اقطعها بالشكل اللي انت شايفاه ده. هعمل كده فيها خطوط من الجنب كده، من الجنب ده ومن الجنب ده، بس هسيب النص فاضي، مش هاجي يمة النص. دي بجد اسهل طريقه انا جربتها لتوريق الباتيه او المولتو في البيت. يعني سهله وبسيطه وما بتاخدش وقت خالص. هبدا احط الطرف ده على الطرف التاني، وبعدين اخدها على الدايره اللي في النص، على الحته اللي في النص اللي احنا ما قطعناهاش. صدقوني جربوها بالطريقه ديت. انا عملت بطرق كتير، انما بالطريقه دي حلوه جدا. وبتعمل معايا توريقات كتير، سواء للفطير او للمولتو او الباتيه. جربيها بس انت بالطريقه ديت. بتاخدي الطبقه دي على الطبقه دي، وبعدين تلفي على اللي في النص، اللي احنا ما سيبناها كده سليمه، زي الشكل اللي انا بعمله ده. يمكن لو مش عارفه اشرحها كتير، انتوا شايفين الشكل بتاعها عامل ازاي. لحد ما اخلص كل العجينه. بالشكل اللي انت شايفاه ده، ما بتاخدش وقت خالص. ودي كلها طبقات انت هتلاقيها في الباتيه او في المولتو اللي انت هتعمليه. بعدين بقى هبدا الفها في ستريتش راب كده، وادخلها التلاجة ترتاح شويه، وكمان الزبده بتاعتها تتماسك. هنا بعد ما خرجتها من التلاجة، هبدا بقى اخدها على الرخامه كده. هقسم الكيلو دقيق على 3 قطع كده، عشان بس اعرف اشتغل فيه. كل اللي انا بوريها لك دي توريقات في المولتو والباتيه اللي احنا هنعمله. هبدا اخد اول كوره انا عملتها كده، هرش رشه دقيق فوق وتحت كده، وابدا افردها برضو مستطيل. دي اول كوره انا عملتها. والله الطريقه سهله وحلوه جدا، ما تستصعبهاش خالص، لانها بجد تستاهل انك تجربها في البيت. هبدا بقطعه البيتزا كده او بسكينه، هبدا اقطعها الاول من النص، وبعدين ابدا اقطعها خطوط زي ما انت شايفه كده. انا هنا بقى هحشي بقى جبنه مثلثات، شوكولاته، اي حاجه انت عايزه تحشي بيها احشي بيها. لو ولادك بيحبوه اللي انت هتعمليه في السندوتشات، تحطيه في الباتيه اللي احنا بنعمله ده. لفتها سهله وبتديكي توريقات وحاجات حلوه جدا. بصوا بقى، احسن طعم انا عملت بيه الباتيه اللي هي الجبنه البراميلي بالفلفل. دي طعمها فيه حلوه جدا. يعني يمكن كمان احسن من الجبنه المثلثات والشوكولاته. الجبنه حلوه جدا، هاتوها واحشويها. اي معجنات تعملوها حلوه جدا. زي ما انا بوريكي كده، اهم حاجه تبداي تقفليها كده عشان لما تخمر تاني ال- القفله دي ما تفتحش جامد يعني. هعمل بقى انا هغطي دي الاول كده تخمر للمره التانية، لازم تخمر للمره التانية. واخد الكره التانية بقى اعملها على شكل دايره، عشان اعمل الكرواسون او المولتو. يعني هوريكم بس طريقه التشكيل بتاعته. اهم حاجه على قد ما تقدري اعمليها دايره كده. تاخدش وقت خالص، وسهله وحلوه، وهتفرحي ولادك ومش هيرجعوا لك بيها ولا اي حاجه. السمك بتاعها يكون حوالي 1 ملي كده. هبدا اقطعها كده زي ما انت شايفه بالشكل اللي انا بوريهولك بالظبط كده. ممكن تقطعيها صغير وممكن تقطعيها كبير لو عايزاه كبير. انا كنت عاملاه ميني عشان يعمل معايا كميه، واللي ياخد واحده ياكلها كده. برضو هبدا احشي جبنه، هبدا احشي شوكولاته. اهم حاجه تقفلي كويس زي ما انا بعملها كده، وبعدين وانت بتلمي بقى تبداي تشد كده عشان تعمل معاكي طبقات. حلوه جدا، حلوه قوي قوي بجد. انا هنا كنت عاملاها ميني. بعدين بقى لما لقيته صغير قوي، يعني ايه، لميت 2 على بعض وعملتهم عشان يبقى ينجز معايا، ما كانش عندي وقت.
وبعدين بدهن وشها بالحليب بعد ما تختمر المره التانية، واحط على وشها سمسم او حبه البركه، وادخلها فرن سخن على درجه حراره 200. بتاخد حوالي 12 دقيقه في الفرن. بعد ما تطلع بغطيها، بتطلع معاكي بالجمال ده، حلوه جدا، طريه مورقه من جوه، التسويه بتاعتها مظبوطه. جربوها بالطريقه ديت، وانسي بقى سندوتشات البيض والجبنه اللي العيال بيرجعوا بيها كل يوم. صدقوني لو عملتوها بالطريقه ديت حلوه قوي، الشوكولاته بتطلع سايحه. يعني اكتر حاجه اتاكلت معايا الشوكولاته. بجد جربوها ومورقه والعجينه نفسها طعمها حلو جدا. احتفظي بالعجينه عندك لاي معجنات عايزه تعمليها، اعمليها بالعجينه ديت. والزبده في المعجنات بتبقى حلوه جدا، يعني جربي تحطي زبده في المعجنات بدل الزيت والسمنه، بيخليها زي ما انت شايفه كده. ممكن يفطري بها الصبح جنب كوبايه شاي بلبن، او تحطها لهم في اللانش بوكس. انا هنا عبيت الكميه اللي انا عملتها في علب كده، ببدا اعبيها في علب كده واحطها في الفريزر بعد ما تبرد. بتطلعيها وهي مجمده، كانك بتطلعي العيش الفينو من السندوتشات. جربيها وان شاء الله تعجبك. ما تنسيش بس تعملي لايك وكومنت حلو مني، ومتابعه للصفحه.